الجزائر اخترعت صحافة جديدة مع نظام الكبرانات، ممكن نسميوها بالصحافة الإقصائية. بغيتو تقول الصحافة الاستقصائية. لا، ماشي الاستقصائية، هذه سميتها الصحافة الإقصائية اللي كتقصي فيها كاع مشاكل المواطن الجزائري وكتركز فقط على المغرب. نبداو بجريدة الشروق. مضاعفة مساحات إنتاج المغرب للزطلة ب9 مرات. واش هذا تقرير إخباري ولا محضر اجتماع زراعي ولا شنو؟ مسألة عادية، ولكن كمية السب والشتم في المقال كتبين أن الإعلام الجزائري فعلا مصاب بمتلازمة توريت. ندوزو لجريدة الخبر اللي كتقول الكاف تنحني لنزعة المغرب الاستعمارية. علاش؟ حيت الكاف قررت تحط حد الفضيحة اللي هزت عرش الرياضة بعد ما منعت الجزائر الفريق المغربي من ارتداء قميص فيه خريطة ديال بلادو. صراحة خاصنا نصفقوا المبدع هذا العنوان على الخيال الواعر ديالو. وهذا العنوان لهز لي بيت محمد السادس يحترق. حنا الشيء الوحيد اللي كنشوفوه يحترق هنا هو الاعصاب ديال الكبرانات الجزائريين، ونقدروا كاع نسمعوا الصوت ديالهم كيغلي مع كل نجاح ديال المغرب. اما سانبريرو العميل ديال الجزائر اللي طاح مع القضاء الاسباني بعد ما اتهم المغرب بقضيه بيكاسوس، الاعلام الجزائري باقي ما بغاش يتيق ويعترف بالهزيمه. جريمه مكتمله الاركان. شكون اللي غيكون كتب هذا العنوان؟ بين شي صحفي متبع سلسله المحقق كونان، حيت كيتهم المغرب بجريمه مكتمله الاركان، والمقال اصلا كيهضر على نهضه بركان. يا سلام، الصحفيين ديال الجزائر وقيلا ولاو كيتسابقوا باش يشوفوا شكون هو الاكثر ابداعا في شيطنه المغرب والمغاربه. وصل معاهم الخيال لمستويات كبيره في الحقيقه. عندنا هذا العنوان: تصاعد الاحتجاجات والغضب الشعبي في المغرب. واش هذا هو المغرب اللي احنا عايشين فيه؟ راح التضليل الاعلامي كيطلب واحد شويه ديال الذكاء اللي ما كنشوفوش هنا، خصوصا مع ان الصوره اللي حطيناها ديال مسيره احتجاجيه كانت في 2020. ملي الكبرانات ديال الجزائر سمعوا بان الامارات قررت تستحوذ على شركه ناتورجي الاسبانيه، ما بقاوش قادرين يغمضوا عينيهم، والو الناس هرب منهم. الهذايا الاعلامي ديالهم وصل لدرجه ديال الابتكار الخلاق. جابوا لنا هذا العنوان: مناوره مفضوحه للمخزن في محاوله بيع ناتورجي للاماراتيين. غير قولوا لي، واش هذا تحليل سياسي ولا سيناريو ديال شي فيلم هندي؟ الإعلاميون ديال الجزائر نعسوا وفاقوا، قرروا بشكل جماعي أن المغرب هو الشغل الشاغل ديالهم. هذا الفن الجديد اللي جابته الصحافة الجزائرية، واللي هي الصحافة الإقصائية، صحافة مستحدثة تماما كتهدف إلى وضع عيون كلها على المغرب، وكأن في الجزائر ما كاين حتى شي مشكلة أخرى من غير المغرب.